السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل الكنافه مع بعض باسهل طريقه. لسه مكملين في سلسله حلويات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. عملنا مع بعض وصفات للحلويات كتير على القناه، ولسه مكملين في سلسله الحلويات. النهارده هنعمل كنافه بدون افتكاسات بتشكيله سهله جدا تقدر ان انت تعمليها. يلا نشوف الطريقه مع بعض. زي ما اتعودنا هنعمل السيرم بتاعنا، والسيرم هنا كوبايتين من السكر عليهم كوبايه ونص من الميه. السيرم بتاع الكنافه انا عايزاه وسط. وهنزل كمان بمعلقه من عسل الجلوكوز. متوفر عندك حطيه، مش متوفر عندك ما تحطوهوش. يعني ده مش اساسي ان انت ممكن تحطيه، بس انا بفضل احطه لانه بيدي لمعه حلوه للحلويات، وكمان بيحافظ على طراوه الحلويات وبيظبط معيار السكر بتاعي. تحس ان الحاجه كده يعني مش السكر بيجزع النفس، لا بيظبط السكر بتاعي. بعد كده نزلت بالفانيليا، هرفعهم لمده 8 دقايق على النار. ونشوف المكسرات بتاعتي. معايا هنا نص كوبايه من فول السوداني، ونص كوبايه من الزبيب، ونص كوبايه من جوز الهند. وهنا الحشوه طبعا المكسرات على حسب الرغبه، بس انا فضلت ان هي الحشوه دي تبقى متوفره قدام الناس كلها بدون تعقيدات. تقدري ان انتي تعمليها فيهاش يعني تجيبيها على طول، تبقى سهله قدام. فحشوة المكسرات دي على حسب الرغبة. بعد كده معايا نص كيلو كنافة متفرزة، بحاول ان انا افركها بايديا كده. وطبعا اي حتة تحس ان هي ناشفة وسميكة كده بتركنيها طبعا، علشان دي بتاخد اول لون في التسوية. بعد كده بنزل بمعلقتين من السكر، سكر البودرة. ما تحاوليش تحطي سكر كتير، سكر بودرة، علشان ما تحجرش معاكي وتبقى ناشفة. بعد كده هنزل بنص كوبايه من الزبده او السمنه المتواجد عندك، تقدر ان انت تحطيه. انا حطيت زبده، تقدر ان انت تستخدمي سمنه، ما فيهاش اي مشاكل. بعد ما بخلص بجيب الصينيه بتاعتي بقى وبدهنها بالزبده كويس. وبيكون جهزت بقى هنا التشكيل زي ما انت عايزه. تقدري ان انت تشكلي. انا اشكل هنا بالمعلقه المعياريه او باي حاجه، او اي حاجه متواجده عندك تقدري ان انت تشكليها. ممكن فنجان قهوه تقدري ان انت تشكليه، مفيش اي مشكله. ممكن عصرة الليمون كمان لو انت عايزه تعمليها زي البابلز كده، تقدري ان انت تعملي بيها كمان. بضغط كده وبحاول ان انا اظبط الحشوه بتاعتي واعمل حراف من الجوانب، واكبس كده الكنافه بتاعتي علشان طبعا تبقى مكبوسه. وهنا انا حطيت كيس تلاجة علشان طبعا ما تاخدش معاكي وقت في تطليع الكنافه من الكبات بتاعتي. بحاول ان انا اضغط كويس جدا واعمل حواف كده من الجناب علشان احط الحشوة بتاعتي وما تخرجش. بعد كده بنزل بطبقة من الكنافة، وهنا طبعا بحط الحشوة بتاعت الكنافة بتاعتي وببتدي ان انا اكبسها جدا، اضغط يعني كويس جدا علشان طبعا تبقى مكبوسة معايا، ما تبقاش مفرغة بالشكل ده. زي ما انتم شايفين بتطلع معايا بمنتهى السهولة، تاخد نفس الرسمة ونفس الاسطمبة، ما بتبقاش فيها اي مشاكل. ببتدي ارصها في الصينيه جنب بعض، وبحاول بين كل واحده وواحده اسيب مسافه. طبعا انا بوريكم التشكيل هنا لما بنحط كيس التلاجة بتسهل عليكم ان انتوا تطلعوا الكنافه على طول، ما بتاخدش اي وقت ولا اي تعقيدات. طبعا شايفين بتتشكل معايا بمنتهى السهوله. طبعا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف بالجرام والكوبايه، لكل اللي بتحب تشتغل بالجرام. هقول لكم المقادير بالظبط، واللي مش عارف صندوق الوصف يضغط على كلمة المزيد، هينزل هيلاقي صندوق الوصف، هيلاقي الوصفة مكتوبة بالكامل. بحاول ان انا اسيب مسافة بين كل واحدة والتانية. طبعا شايفين بتتشكل معايا بمنتهى السهولة، والكنافة بتاعتي مكبوسة كويس جدا. بعد كده هستخدم هنا الكوباية المعيارية. طبعا لو انت مش عايزة تفكك من الكلام ده كله، تقدري تستخدمي فنجان القهوة وتحطي كيس التلاجة فيه، وهتطلع معاكي الكنافة هنا بالشكل اللي انت عايزاه. وطبعا في الحشوات ممكن ان انت تقدري تغيري الحشوة، ممكن ما تعمليش حشوة مكسرات، ممكن تعملي حشوة مهلبية او قشطة كدابة، او ممكن تعمليها حشوة نوتيلا. بصي هي في الحشوات مش هتختلف. وبعدين بصي يعني القطعة بتبقى الواحدة بوحدتها. الطفل لما بياخد واحدة، هي الواحدة حجمها كويس جدا، لو حب ان هو يحتاج بيرجع ياخد تاني. وكمان يعني ومش بتقطعي ولا بتعملي، يعني بتسهل عليكي ان انت مثلا محتاجة قطعة، محتاجة قطعتين، بتاخديها بمنتهى السهولة.
طبعا زي ما انتم شايفين بتتشكل معايا بمنتهى السهولة. بحاول هنا طبعا حجم الكنافة زي ما انت عايزاها سميكة ومرتفعة مفيش مشكلة، عايزاها زي ما انا عاملاها كده برضو مفيش مشكلة. ده في الاول وفي الاخر يرجع لك. طبعا هنا الكنافة البابلز بتاعتي انا عملتها هنا، يعني فاضل كام واحدة كده عملتهم بعصارة الليمون علشان لو مش متواجد تقدري ان انتي تعمليها. بجيب الزبدة بتاعتي بقى نص كوباية من الزبدة، وبحاول ان انا ادهن الكنافة من فوق كده واشربها بالزبدة، ونكون مشغلة الفرن. وبعد كده بدخلها، طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. بتاخد اللون الذهبي من تحت وتحس ان هي اخدت لون من فوق شوية، بتشغلي عليها الشواية هتاخد لون من فوق زي ما هي واخدة لون من تحت بالظبط، وهتبقى معاكي حلوة جدا. في الوقت ده طبعا السيرم بتاعنا بيكون جاهز، وبنصب السيرم بتاعنا اول ما بتطلع من الفرن. زي ما انتم شايفين كده بحاول ان انا ادهن كل واحدة زبدة كويس جدا. طبعا احنا مكملين في وصفات رمضان، كل سنة وانتم طيبين ويعودوا علينا بالخير يا رب واليمن والبركات. فلسه مكملين مع بعض سلسلة الحلويات، وهنعمل حلويات سهلة جدا، ونحاول ان احنا ما نعملش اي تعقيدات او اي افتكاسات. كمان هنا الكنافة بتاعتنا بتنافس محلات الحلواني بجد، هتنافسها بجد لانها بجد حلوة جدا وسهلة وما فيهاش اي تعقيدات. تقدر ان انتي بصي وانتي مغمضة عينك كده تكوني عملتيها. طبعا هي جهزت معايا، وطبعا مجهزة الفرن على درجة حرارة 180. بتاخد لون من تحت، وبعد كده بشغل الشواية بتاخد اللون الحلو ده معايا. تقدري ان انت تفتحي اللون لو انت حابة او عايزة اللون بتاعك يبقى بالشكل ده. السيرم بتاعي هنا بيكون برد، مش برد قوي، بيكون وسط يعني بيكون دافي كده. بعد كده ببتدي ان انا اصب السيرم بتاعي لغاية اما الكنافة بتاعتي بتتشرب خالص السيرم. طبعا هنا الكنافة بتاعتي بتشرب السيرم كويس جدا، واي سيرم زايد بنبتدي ان احنا نصفيه. وطبعا هنا التزيين اي حاجة اي نوع مكسرات تقدر ان انت تزينيها، في الاول وفي الاخر يرجع لك. طبعا شايفين المنظر ما شاء الله شكلها حلو جدا يعني، وكمان منظرها تحفة جدا. شايفين الشكل بجد حاجة كده تستاهل بقكم. شايفين المنظر، انا بحب اللون بتاع الكنافة كده. تقدري ان انتي لو مش حابة اللون ده تقدري ان انتي تسيبيها يعني تفتحي اللون شوية. طبعا ببتدي ان انا اقطع واحدة من الكنافة معاكم. الكنافة بتاعتي اهي بتتقطع بمنتهى السهولة. انا بحب الكنافة بيكون مقرمشة، والحشوة كمان من جوه حلوة جدا.